الأول وحتى الثاني أصبح تحت نفوذ النفوذ المصري. أما آسيا وصلت لحل سلمي للتعايش مع مصر. سيناء امتد فيها النفوذ المصري شرقا وغربا للبحث عن مناجم الصحراء. لا شك ان الحالة الاقتصادية كانت على احسن ما يرام في الملك سنوفرت الاول. اهلا بيك يا مستر برازيلي. جدو، عامل ايه يا جدو؟ الحمد لله تمام. جولة يا جدو. جولة ايه؟ انزل جولة. لا يا برازيلي، البث المباشر بتاعنا ما بيخرجش عن الحضارة المصرية ليه؟ القديمة. انت بتستحظ. ايه؟ كل سنة وانت طيب. وانت طيب. عيد كريم عليك. وعليك انت سعيد كمان، كريم. يا رب نشوفك بأحسن حال. انت منين؟ القاهرة. احسن ناس. احسن ناس. عارف علم المصريات والحضارة المصرية يا برازيلي ولا لا؟ ليه؟ الحضارة المصرية مالها؟ اهو انا بتكلم عن التاريخ وبحكي حواديت للاحفاد عن اللي حصل في خلي التاريخ. بالك ده عشان شعري بيشيط، خلي بالك ما تكملش. عندنا واحد هنا بيجي له تشنجات اما بيسمع الكلام ده والله. طيب ماشي، لو انت مش مهتم خلاص يا برازيلي. لا لا ممكن لا، نهتم، ممكن نهتم. ممكن ايه؟ نهتم. بتقول ايه يا برازيلي؟ بقول لك مهتم. طيب اذا حبيت اسمع معانا ازاي؟ الحدوتة وقول لي ايه رأيك. ماشي. ماشي. كان بيشرب بدليل ازاي؟ كثرة ما أبقاه لينا الزمن يا برازيلي من عهد ومن آثار، عثر على بقايا أثرية من عهده فيما لا يقل عن 35 منطقة منتشرة بين الإسكندرية والنوبة. ولعل من أهم المعابد اللي شيدها لإله الشمس رع آتوم في مدينة عين شمس، واللي بدأ تشييده في العام الثالث ده بعد انفراده بالحكم. احنا عندنا من أصدقائنا زد 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 سي جي، وده مهتم بالحضارة المصرية القديمة. أهلا بيك. هراء ومعايا كله. طب يبقى شوف لنا واحد عليه وانا اكلمه. ده بدأ تشييده في العام الثالث بعد انفراده بالحكم. المعبد ده ما تبقاش منه الآن غير مسلة واحدة من الاثنين، واللي أقامهما احتفالا بالعيد الثلاثيني. في الكرنك عمل ايه؟ شيد، يعني كمل. بنى مقصورة جميلة صغيرة. انت بتفكر؟ شكلك تهت. وجدت أحجارها كاملة داخل الصرح الثالث، واللي شيده الملك أمنحتب الثالث اللي كان من ملوك الأسرة 18.
أعادت هيئة الآثار تشييدها وترميمها هناك. يبدو أنها كانت مخصصة لاحتفالات عيد السد أو لاستراحة لسفينة الإله آمون رع أثناء الاحتفالات الخاصة به. بعد اذن سيد وضع سنوسرت كلامك، الأول هرمه بعد في اذن وضع كلامك، منطقة الليست إلى بعد اذن وضع الجنوب كلامك، من هرم أبيه أمون بعد اذن محات وضع الأول. كلامك، عمل كده. بعد اذن وضع كلامك في بس يا صديق جد. لينا بعت لنا تعليق بيقول لنا في صمتنا هيبة لن تصلها أيها المتطرف متى على نباحك. لو أنت تقصد إن أنا متطرف يبقى الحضارة المصرية القديمة ما كانش فيها تطرف. أما لو صح. تقصد المتطرفين الدينيين فده مش بعد اذن محور وضعتك، حديثنا. بعد اذن وضعتك يا هنكمل جد، يا حدوتتنا جد. واحكي للبرازيلي عن التمثال بعد بتاع سنوسرت الأول. بعد بتعد بعد اذن وضعتك يا جد، تماثيل العشرة اقفل بقى يا للملك جدع، سنوسرت الأول يا جد. واللي عثر عليها في الليست من روائع المدرسة المنفية طب ممكن المثالية. طلع، نقصد ممكن طلع، بيها الخاصة بمنف. ما ممكن قدرش طلع. الفنان انت إنه يالا. يتخلص من تقاليد الدولة القديمة. التماثيل منحوتة من الحجر الجيري بتمثل الملك سنوسرت الأول هيئة تقليدية على وجهه ابتسامة هادئة رضية تتسم باليسر والمرونة، وبيشيع في وجهه ذي الجمال الباسم طابع من الرقة واللطف، وليس طابع العظمة الملكية اللي عاصرناها عصر الملك خفرع. التماثيل ديا فيها شيء من الرخاوة والطراوة، وقد تعبر عما يجيش في نفس صاحبها من راحة واطمئنان. ومثلوا الفنان بلباس الرأس المعروف بالنمس، زينه بالصل الملكي والدقن الملكية المستعارة. بسط كفه اليسرى على فخده، أمسك باليد اليمنى رمز الولادة الثانية، جلس على مقعد مكعب له مسند قصير. وقد وفق المثال الفنان في إظهار عضلات الصدر والبطن والساقين. التماثيل ديا لزد زد زد ارتفاعها 194 سنتيمتر تقريبا، وعليها بقايا ألوان، ومعروضة بالمتحف المصري. أتمنى إن اللي بيتابعوا الحواديت يزوروا المتحف المصري، سواء اللي موجود في التحرير أو الكبير اللي موجود على مقربة من الأهرامات. هناخد دلوقتي تعليق. واحد بعت لي بيقول لي لو الحكومات في الدول الكافرة تصدر قانون إن اللي يصلي في الشارع هيتم ترحيله من حيث أتى، فلن تجد مؤمن بيصلي في الشارع أو حتى في الجامع. التعليق دون ما بيخصش الحضارة المصرية القديمة. هنتكلم عن اللي يخصنا سنوسرت الثاني ابن أمون محات الثاني، وده اشترك مع أبيه في الحكم عامين